السلام عليكم. الانتخابات نتاع اوباما، انتخاب اوباما، سفارة امريكا عملت مية افطار في الصباح. والله كي ريتك الطبقة السياسية الكل كيف ملمومة على كعبة ياغورت وكرواسون، قلت هاي امريكا لمتهم كعبة ياغورت ويضحكوا ويفرقوا مع بعضهم. ومعناتها تونس تسخف لما ترى نائب نتاع شعب تونسي لابس بونيه وسفير امريكا هو المترجم يضحكوا عليه، عاملين عليه كيف كاين مدري شنو حاجة اكزوتيك. مسكينة تونس، مسكينه كيفاش تبقى سياسيه كلها مشات الميدان نتاع الطار نتاع الصباح يتخاطبوا في الياغورت في الكرواسون. هيبه تونس وين مشات؟ وهيبه تونس وين مشات لما راه القناص الاول باجي قايد سبسي في فرنسا في وزاره الخارجيه قاعد يبيع في مشروع. ونحب نشكر الصحافي نتاع فرانس 24 اللي عمل له الاستجواب، والباجي قايد سبسي استانس بك جماعه نسمه مسحوا له معناتها مسح به الارض، خلى الباشا قايس سبسي يدخل بعض ويقول احنا حزب معارضه. ونحب ناكد على كل الناس اللي بشبوش نقول لكم ولو تسبوا فيا ما نغلطش في السياسه. انسان يحب على خبزه، ما هو ضد النهضه، معارضه للنهضه، مصالحه الشخصيه يحب على كريبه واصحابه يسميهم ما عندوش. نساوى الحكايه اللي هو ضد النهضه وفيقوا على روحكم. واسي عمر الشادلي الطبيب الخاص للزعيم الراحل حبيب بورقيبه لما قبلوا نوفل الورتاني سالوا قالوا شنو هي علاقه الباجي ببورقيبه؟ لخصها في كلمتين ما طولش. عمر الشادي نحب نشكره على نزاهته، قال لهم انسان كان قريب ياسر الوسيله ويحب الحكم وعنده طموحات. معناتها كلامي بحذافيره لما نقول وانه جاء في هذه الوسيله عمره ما كان بورقيبيست. سي عمر الشادلي تنحى من بلاس باستور من منصبه على خاطر طلب باش يقابل بورقيبه. محمد صياح تحط تحت الاقامه بريسك الجبريه على خاطر حب يقابل بورقيبه. هو الباجي قايد سبسي وقتها يمدح في بن علي ورئيس مجلس النواب نتاعو، تو قلب الفيستا وحاطط معاه حثاله الحثاله تو حزب كانوا صبابه نتاع بن علي الاكثريه نتاعهم تو نرجع لهم. قال شنو هو؟ ضد النهضه، يتكلم بالشهداء نتاع نداء تونس، يقول يلزم التمثيل على الشعب. وهناك حدث وفاه رجل الأعمال عزيز ميلاد رحمه الله، واذكروا موتاكم بخير. وهذا ما فعله الغنوشي رضي الله عنه لما مشى لدفينا جاتني صدمة حياتي. علاش؟ مرة مورو يدافع على الهادي الجيلاني قال ولد حومتي، وراه الغنوشي ينعى ويراه في الرجل اللي توفى وأنه فقدته القيروان وأهل العلم ودور العلم والفقراء. انا شو نقول وقتها؟ نقول معناتها نكمل الرال مروان مبروك يحوس ورؤوس الاموال الكل اللي جات في راس القبي هذاك حطوه في الحبس كلها تحوس. شراه الراه عجب نظام بن علي ما به وزيدك زياده الوزراء اللي تسيبت من الحبس في الجامع يصليوا معاهم مع المستشارين نتاعهم، ووزراء بن علي هم قاعدين يسيبوا فيهم واحد واحد. معناتها بن علي هو نظيف واحد. يعني درا السيستم نتاع الفساد اللي تحكيون عليه الكل نتاعنا احنا اللي جينا ضد بن علي هذاك هو نظن اللي خرجنا واللي حرضنا على المظاهرات واللي خرجوا في المظاهرات هذوك هما اللي باش نعطوهم بالفساد وفساد بن علي. اما الوزراء نتاع بن علي ورجال الاعمال واصهاره يحوصوا، والناس اللي كانت تمول في الحملات الانتخابيه نتاعو، والناس اللي كانت تتملق لانسابه هذوك نصليوا عليهم. ولما ريت الغنوشي يصلي معاهم كل صليت على شهداء الثوره قلت الله يرحمهم مشاو حرام، ان شاء الله دمهم ما يمشيش حرام، ان شاء الله دمهم ما يتيحش بيه. هذا شو نقول. والبلبله صايره في البلاد توضح وانه بن علي يحكم مازال يحكم. الناس اللي عنده علاقات باهيه معهم النهضه كل تسيبهم، والناس اللي يتآمروا ضده كيما قريره كيما السرياطي توا هاكا شدوا كمال الطيف، ولو انا كمال الطيف ما ندافعش عليه حقه انسان قذر حقه من 14 توقف، هما اللي قاعدين يخلصوا. وبرشا تجيني برشا سؤالات مئات السؤالات على كمال الطيف، الليسته نتاع التليفونات وكلم الجندوبي وكلم 150 مره تقصي الحقائق. انا قلت لكم راهي تخطيط الحقائق، ولكن يعطيونا شطر الكاس يقولوا لي قدام مره كلم الشيخ الغنوشي والجبال، وقتها تبدا الامور واضحه. طبقه سياسيه قذره
أقولها ونعاود نقولها والتاريخ سيذكر كلامي هذا. والله العظيم الكلام هذا عندي قناعة خارج من القلب هو، ولكن بكل نزاهة. وتقولوا لي إيه شنو هو الحل؟ الحل مش في جماعة هذوما كعبة يغرط يمشيوا للصوارى باش يعملوا لنا مستقبلنا. نقول لكم البيان رقم واحد، الناس تقول لي الجيش ما عندناش جيش، الجيش ما نجمش يخرج وقت اللي الشعب التونسي مازال داخل في المهزله نتاع السياسيين هذيا، وكل مره يعطيوه الشقشقه في يده يقعد يشقشق بها وما يمشيش للصميم ولا الرسم. الشرعيه انتهت يوم 23 اكتوبر اللي تراو فيه التمثيليه نتاع السلفيين نتاع دوار هيشرو الكل باش نساو ان الشرعيه انتهت نهار 23 اكتوبر، وانه ناس قناصين سياسيين مغتنمين سياسيين قاعدين يحكموا فينا بدون حتى شرعيه ويساعدهم. كل مره يلوحوا شقشقه للشعب، هاو 150 تليفون، هاو 200 نومرو، هاو هذا توفى، هاو هذا، واحنا غارقين. الرسمي صحيح هذه البلاد الهاويه اقتصاديا، الفلوس واقفه، ما عليكم اي بنكاج ينجم يقول لكم الكلام هذا. الناس تحكي على الانتخابات، هذو باش يوصلونا للانتخابات، باش يوصلونا للانتخابات في حاله الصومال الاقتصاديه. البيان رقم واحد هذاك هو الحل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.